السلام عليكم ورحمه الله. ازيكم يا حلواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. اهلا بكم في قناه افنان في البيت. لكل ام وصاحبه وصديقه انت كده منوريني على القناه حرفيا، واهلا بيك كمان مره في افنان في البيت. طبعا انا بحب اشكر جدا حبايبي اللي في العراق وفي السعوديه وفي الجزائر وفي المغرب وفي مصر. انتوا شرفتوني ونورتوني. يلا بقى بينا النهارده كده روتيننا غريب قوي. يعني سمعت حد بيخبط كده عليا، قلت يا رب مين ده؟ فساب لي كيس اسود ونزل يجري جري كده، فبقول يا رب في ايه يا رب الكيس الاسود ده؟ جايه افتحه كده لقيت لبس الغالي عليا، فقلت يا بنتي يا افنان يلا ما انت كده كده هتغسلي، وهو اصلا عرف ان انا هغسل، فقال لي يا ام مالك خدي دول اغسليهم معاكي. طبعا ده مين ده يا جدعان؟ احلى بابا في الدنيا دي كلها، ربنا يا رب يبارك فيه ويحفظه من اي شر ويديله الصحه والعافيه. دخلت كده بسرعه رحت عملت الغساله كده على دوره نقع كده حلوه 4 ساعات. طبعا شايفين انتوا 1.4 ده، يعني معنى كده ان هي عايزه مقدار الاريال او الاوكسي او المسحوق الغسيل بتاعك نفس المقدار ده، تمام؟ علشان ده طبعا دي دوره نقع كبيره قوي، بتاخد 4 ساعات وبتاخد هدوم كبيره قوي كلها ابيض. فطبعا بحط طبعا اوكسي وبحط كلور وبحط كده كميات حلوه من كل حاجه، علشان ايه؟ الابيض كده يطلع يشف ويرف يا احلى بنات. كده استنيت كده ان الغساله تملى واحط الكلور، احسن الكلور ينزل على اللبس ايه يعني يبوظه ولا اي حاجه، تمام؟ بستنى كده ان الميه تتملي، بعد كده ببدا احط الكلور وبحب احط حاجتي بقى كلها كده مره واحده. تمام احلى البنات. بتمشى كده برضو في الشقه كده، بعدين انا لاحظت حاجه غريبه قوي زي ما انتم شايفين بقى دلوقتي. بتمشى في الشقه وبطمن ان الشقه كلها نظيفه، بطمن ان الصاله نظيفه، اوضه الصالون نظيفه ومروقه. قلت بقى يا بنتي يا افنان طالما الغساله كده هتاخد 4 ساعات خشي نامي. جايه يا اختي ابص في النجفه بتاعتي او الدلايات بتاعتي لقيتها مش نظيفه. الله، رحت جبت سلكه، جايه ابص في المجرى بتاعت الالوميتال بتاع تحت ده بتاع المطبخ تحت الحوض، برضو لقيتها مش نظيفه. قلت يا نهار ابيض عليا يا بنتي يا افنان، مفيش شكلها نوم النهارده. رحت جري، رحت جبت فوطه كده وجبت سلكه، رحت خدت المجرى الاول، بعد كده جري رحت طلعت فوق السفره، وبعدين بدات ان انا امسح الدلايات وادعكها كويس قوي، اعملها بالجلانس زي ما انتوا هتشوفوا احلى البنات. طبعا يا بنات كده انا عايزه اقول لكم على حاجه، ده كان كده يعني طول الليل، تمام؟ يعني حد مثلا الفجر ولا حاجه. بعدين يا احلى البنات صحيت الصبح سمعت كده صوت دربكه في البلكونه. قلت يا بنتي يا فنان هو في ايه اللي بيحصل عندك؟ الدنيا خلاص كده بتتهد ولا ايه فوق دماغك؟ قمت جاري بصيت كده من البلكونه لقيت في فرخه وقعت عندي. قلت يا دي النيله السود عليا، ما بعرفش امسك فراخ وهتبقى ليله سود على دماغي، لان طبعا ايه بقى ان انا ما بعرفش امسك فراخ ومش عارفه اوديها لاصحابها. قلت يا بنتي يا فنان استني كده حماكي ولا اي حد يجي يمسكها لك الفرخه ويروح يوديها لاصحابها. زي ما انتوا شايفين يا احلى البنات. طلعت كده ومسكت الدليات عندي، كانت مش نظيفه خالص، اتفاجئت ان هي مش نظيفه مع اني رايحه جايه عماله ايه الريشه بالريشه. مسكت كده السلكه بسرعه كده من كل النواحي، من كل دلايه، من بره من جوه ومن فوق ومن تحت، لحد ما ايه، لحد ما خليها كده بتنور. اهم حاجه الاتقان يا احلى البنات، ما تسيبيش اي حاجه كده في شقتك مش نظيفه. دايما كده تمشي في شقتك وانت رافعه راسك كده تحسي ان مش نظيف، والبوفيه نظيف والدلايات نظيفه والسجاد نظيف والستاير نظيفه والحيطان نظيفه، تحسي كده فعلا براحه نفسيه. طبعا يا بنات بقى زي كل فيديو ما تنساش بقى الاستغفار والحوكله والصلاه على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دايما طول ما انت شغاله كده استغفري وسبحي ربنا كتير وصلي على النبي كتير، اللهم صل على سيدنا محمد. بدل ما انت واقفه بقى تفكري ده قال لي كلمه كذا، ده حد زعلني كذا، ده كان قصده كذا، دي كانت قصدها كذا، ده انا مش عارفه بنت اللذينه دي انا هعمل لها ايه ان شاء الله في القعده التانيه دي، مش عارفه اعمل لها ايه. لا سيبك من كل الهري اللي بيحصل ده في القعدات والكلام ده كله. انت دايما كده صلي على النبي واستغفري، وخليكي انت احسن منهم افضل منهم. ما تفكريش في اذى حد، ما تفكريش ان انت مثلا تبقى ترد عليه في القعده التانية. يعني مثلا واحد قالك او حد قالك كلمه مثلا مش لطيفه، او انت حسيت ان هو مثلا بيكسفك او حاجه زي كده، لو ما ردتيش عليها في نفس القعده خلاص على كده تحتسبيها عند ربنا وانسي واقعدي تاني عادي وقلب ابيض. يا اما تردي كويس في نفس القعده، يا اما ما تطلعيش بقى تهري او مثلا ما كده، يعني انتوا فاهميني طبعا، انتوا اكيد فاهمين قصدي. يا اما يا بنات تردوا في نفس القعده، يا اما خلاص على كده خدتي كلمه ما عرفتيش تردي ما تطلعيش بقى ولا تزعلي نفسك ولا تقعدي تهري مع نفسك ولا تقعدي تشتكي ان انت مش عارفه تردي ولا الكلام ده كله. انت على طول جهزي ردك، مثلا انت عارفه مثلا طريقه كلامها او طريقه افعالها بالشكل معين، انت جهزي ردك، لو عرفتي تردي خير، لو ما عرفتيش ما تطلعيش بقى تزعلي على بعد كده.
بس فانت بقى خليكي كده دايما متسامحه ودايما صافيه لنفسك، علشان الحاجات دي كلها بتعمل ستريس فظيع قوي. قلت يا بنتي يا افنان كده طالما الغساله شغاله وهتروحي تغسلي وتنشري، فيلا كده يا بنتي يا افنان قومي امسكي كده مساحه بلكونه كده وضبيه، علشان ايه الابيض منك لو وقع على الارض، او انت مثلا حبيتي تسندي اللبس على السور ولا حاجه مفيش حاجه تتوسخ منك. وبرده كده الواد مالك كان نايم في قلب الاوضه دي، فانا اتسحبت زي ما انتم شايفين كده على طول. برده مسحت السور وبرده ايه مسحت البلكونه كده على طول. ويا ريتني يا اخواتي ما مسحتها، صبحت الصبح الفرخه واقعه في قلب البلكونه وعماله تعمل بيبي في كل حته كده. الله يقرفها بجد. ناخد بقى هدنه كده ونصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. ده كده يا بنات الروتين ده بعد ما جيت من بره تمام، ولقيت بقى الكيس الاسود اللي انتوا شفتوه ده الشنطه السوداء. وبعدين بقى رحت ايه زي ما انتوا شايفين بقى عملت البلكونه وعملت الايه الالوميتال وعملت الدلايات وهكذا. طبعا انا كنت خارجه فرحت اشتريت كده الواد ملك كسوه شتوي. يبقى عايزاكم بقى تقولي تحت في الكومنتات ايه رايكم في لبس الشتوي بتاع ملوكه، وايه رايكم في ذوقي. طبعا هو السنه اللي فاتت كان صغير وكان لسه نونه صغنون، اما اسم الله على السنه دي بقى خلاص بقى كبر كده وبقى راجل شويه في نفسه. فانا قلت بنتي كان لازم كده تنزلي بقى ايه تبضعيه كده شويه لبس وشويه حاجات حلوه. انا طقمت له ساعتها الترنج ده مع البنطلون ده، يعني البلوزه دي مع البنطلون ده تمام. وكان كده كل الكسوه الشتوي بتاع بره وجوه. فمن احلى البنات هي بقى دي الاستاذه الفرخه الفروجه الجميله الدجاجه القمر اللي وقعت وشرفتني النهارده في البلكونه. بس كده يا بنات. طبعا انا صحيت الصبح طبعا انا ما قدرتش خالص ان انا انشر على الفجر، وطبعا انا اصلا بخاف تمام. فرحت كده صحيت بقى الصبح بعد ما شفت الفروجه الحلوه الجميله دي واقعه عندي في البلكونه، ادتني نشاط بقى وادتني حيويه. رحت قمت لبست بقى قلت بنتي يا فنان يلا افتحي الكاميرا علشان تصوري لمتابعينك ان الغساله خلصت والابيض ازاي طلع زاهي وحلو، ودوره النعي دي تحفه تحفه تحفه. ومحدش كده يستخسر في جوزه ولا في ابوه ولا في ولاده اي حاجه، وتنضفوا كده لبسكم وتنضفوا بيوتكم. الروتين ده اسمه روتين تشجيع وتحفيزي، روتين كله نشاط وروتين كله حيويه. طبعا في عز الشمس مش قادره اقول لكم كانت الساعه 11 تمام. انا عندي جماعه الشمس بتلف كده الحمد لله عندي في بيتي كله، يعني الصبح يعني اول ما الشمس ما تشرق بتيجي في عندي في اوضه الصالون لحد الساعه 12 الظهر. بعدين بقى بتبدا واحده واحده بتيجي عند اوضه النوم بقى اللي هي ايه الناحيه التانية. نشرت كده كل اللبس اللي عندي، وكنت غاسله حاجات برضو على ايدي كده. اللبس اللي انا كنت لابساه معاكم في امبارح اللي هو الجيبه والخمار. وكان ساعتها بقى انا كده قلت بس الواد مالك نايم بقى وانا بقى انا ايه اتفسح شويه في الشقه براحتي. لقيته يا اخواتي بعيد عنكم لقيته قايم كده في رجلي، ولقيته عمال يزن بقى وعمال يعيط وعايز ببرون وعايز يغير البامبرز وعايز يفطر، يعني بقى كده شويه حاجات كده. بس انا الصراحه ما عملتش بقى الفطار معاكم. ساعتها قمت قليت بطاطس ورحت عملت شويه فول كده على طول وسخنت الرغيف عيش، وكلت كده حبايتين خيار في الاول عشان ايه يعني يشبعوني، لان انا ما هجمش شويه على عيش او اهجم على الاكل. كل ده عشان احافظ برضو على ايه على شكل الجسم وهكذا. بحاول اكل اي حاجه قبل الاكل، خيار فاكهه اي حاجه تاكلها علشان ايه تسد شويه معايا المعده. بعمل بالونه طبيعيه للمعده. بس يا بنات كده. وفي الاخر خلصت الغسيل الحمد لله، وكمان شويه اساسا بس بقى مش هعمل اكيد معاكم ولا ممكن اعمله، بس ان شاء الله فيديو تاني هلمه بقى كده واحط نفس الكيسه السوداء تمام. واروح بقى النهارده لوالدي كده وادهونه هو اللي اتفضل يا احلى بابا في الدنيا دي كلها. النهارده يا جماعه الدنيا حر قوي قوي قوي، يعني فعلا كنت بتسلخ كده وانا واقفه بنشر، بس لازم طبعا انشر في الوقت ده علشان ايه طبعا والدي محتاج اللبس وكده. قولي يا بنتي يا افنان طالما انت هتغسلي يلا خدي دول بقى واغسلهم معاكي بالمره، يلا غساله شغاله بالمره. قلت له حاضر من عينيا يا بابا. ما تنسوش بقى يا بنات الاشتراك كده في القناه واللايك الجميل منك.
طبعا دخلت على اوضه النوم، قلت لي كده شيلي الملايه، يلا دي بقى اكتر من 4 ايام 5 ايام كده مش فاكره بقى قد ايه. فقلت يا بنتي يا افنان يلا شيلي كده الكفر ونفضي كده كويس السرير وهويه كده كويس قوي 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 وغيري الملايه. بس طبعا ما قدرتش اظهر معاكم، فحبيت ان انا اعمل شويه الحركات والتكات دي عشان ابين لكم ان انا قوي بلوجر في نفسي. بس كده يا احلى البنات، يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده، ومع السلامه.